تعلمنا في المراحل السابقة كيفية إضافة الصور كليب آرت داخل العرض، وسوف نتعرف في هذا الملف على كيفية إضافة وتعديل الصور الفوتوغرافية بيت مابس. ولإضافة صورة أو بيت ماب إلى هذه الشريحة نفتح القائمة المسهلة Insert ونختار From File من القائمة الفرعية Picture، ومن هذا المربع الحواري نقوم باختيار الصورة ثم نضغط على المفتاح Insert. سيتم إضافة الصورة إلى الشريحة ويظهر مربع التحولات حول هذه الصورة، حيث يمكننا التحكم في أبعاد الصورة بالضغط مع السحب لأحد النقاط البيضاء الموجودة على مربع التحولات، أو عمل الدوران للصورة بالضغط مع السحب للنقطة الخضراء في الاتجاه الذي نريده. ومن الشريط Picture Toolbar يمكن إجراء التعديلات التي نريدها على الصورة. فعلى سبيل المثال إذا أردنا زيادة شدة إضاءة الصورة نضغط على المفتاح More Brightness، ولتقليل درجة تباين الألوان نضغط على المفتاح Less Contrast. ويجب ملاحظة أنه لا يمكن تعديل ألوان الصور bitmaps داخل برنامج باوربوينت، فبالضغط على المفتاح Recolor Picture تظهر لنا رسالة تحذيرية تخبرنا بأنه لا يمكن تعديل ألوان الصور bitmaps داخل البرنامج. ولتعديل ألوان الصور من النوع bitmap يتم استخدام أحد برامج تحرير الصور مثل برنامج مايكروسوفت بينت. فنضغط OK لإغلاق هذه الرسالة، ونرى أن المفتاح Set Transparent Color أصبح فعالا. وتستخدم هذه الأداة لجعل أحد ألوان الصور شفاف. فإذا قمنا بتغيير خلفية الشريحة الحالية إلى لون آخر بفتح القائمة المسهلة Format ثم اختيار Background واختيار أحد ألوان هذه القائمة ثم الضغط على Apply، نرى أنه يتم تغيير لون خلفية الشريحة، ونلاحظ ظهور لون أبيض في خلفية الصورة، إذ أن هذا اللون لم يظهر عند استخدام خلفية بيضاء للشريحة لأنه نفس لون خلفية الصورة. ولتحويل اللون الأبيض في خلفية الصورة إلى لون شفاف نضغط على مفتاح Set Transparent Color ثم نضغط بالمؤشر في أي موضع على هذا اللون. فكما نرى أنه قد تم تحويل اللون الأبيض إلى لون شفاف بحيث يظهر لون خلفية الشريحة من المناطق الشفافة في الصورة.